معاك استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. فعلا الزمالك بدا يزاحم الاهلي في صفقه السيد حمدي وارسل فاكس رسمي زي ما بدات تتداول الاخبار مؤخرا؟ لا هو ما جاش فاكس رسمي، لكن يعني في احد وكلاء اتكلم قال انه في عرض من الزمالك، لكن ما فيش حاجه رسميه اصلا. انما الاهلي اللي طلب السيد حمدي رسميا. الاهلي لا، هو الاهلي الحقيقه كان في زياره للنادي وجلسوا معانا وتناقشنا معاهم، ويعني بس لسه ما توصلناش لاتفاق نهائي يعني هل الزياره دي يا فندم كان وكيل ولا مثلا كابتن محمود الخطيب، كابتن عادل يعني باشمهندس عادل المهندس عادل القيعي؟ بالظبط. تمام. وحضرتك يعني بتروجيت لا يمانع في انتقال السيد حمدي؟ لا هو لازم الحركه تدور، ما فيش يعني اي معارضه للانتقالات. لو في اي عرض كويس ومشجع وهيتيح الفرصه للنادي ان هو برضه يستخدم لعيبه ثانيه عشان نجدد دم الفريق، فما فيش اي مشكله في الموضوع ده. تمام. طب هل في مبلغ معين طلبه البتروجيت في السيد حمدي سواء لاي نادي يرغب في ضمه؟ يعني هتحددت قيمه ماديه؟ احنا عرضنا مبلغ معين ووصلنا لمبلغ يعني رقم تاني قريب في المفاوضات، ودخل فيها برضه اسماء لعيبه. دخل ايه يا فندم؟ اسماء لعيبه من الاهلي كمان. تمام. انا عندي الخبر بيقول ان هاني العجيزي واحمد علي بالاضافه ل 4 مليون جنيه، الخبر ده صحيح؟ لا مش صحيح خالص. الاسماء دي مش صحيحه؟ لا مش صحيح. امبارح اتقال محمود توبه وشبيطه، يعني كل يوم بيتقال. هو طبعا هو في من الاسماء اللي اتقالت اللي تداولت في الصحف او في وسائل الاعلام يعني. يعني لكن طبعا انت حضرتك عارف انه كتقاليد اي انديه ما بتعلنش عن اسماء اللعيبه اللي هتدخل في الصفقات الا في نهايه الموسم، وخصوصا انه دي مرحله حرجه لكل الانديه، واحنا برضو يعني نلتزم بالاداب في التعامل في الجزئيه ديت. يعني احنا لا بنرضى نحرج الفريق اللي بنتفاوض معاه ولا اللعيبه، لان دي ساعات توجد حساسيه معينه وسواء. امبارح كان معاك كابتن محمد عمر على التليفون، قال لا هو رافض تماما فكره الاستغناء عن شريف حازم. هل اداره نادي بتروجيت لا تمانع في انتقال شريف حازم ايضا؟ لا شريف حاليا لا ما نقدرش. يمكن احنا عندنا في الجزء بتاع خط النص والجزء سواء يعني اللي خلف المهاجمين او المهاجمين فيهم اعداد كويسه بالنسبه لنا، فتقدر تعوض تستعيد يعني. لكن في الجزء احنا عاوزين بالعكس، احنا دلوقتي عاوزين ندعم خط الدفاع والهاف ديفندر. تمام. يعني فكره الاستغناء عن شريف حازم مش موجوده؟ لا دي مش وارده، لان زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا جزئيتين عاوزين ندعمهم في الفريق. تمام. اقدر اوصل مع حضرتك انه لا يمانع بتروجيت في انتقال السيد حمدي. هل في عروض اخرى طيب لاي لاعب اخر بتروجيت وافق او لا يمانع؟ لا ما فيش الحقيقه. هو الوحيد اللي كان عليه مفاوضات مع النادي الاهلي هو السيد حمدي، واحنا تقريبا في مرحله يعني متقدمه من المفاوضات مع الاهلي تحديدا. مع الاهلي بالظبط. تمام. طيب هل الكابتن محمد عمر مكمل مع بتروجيت الموسم القادم؟